السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده بقى كده فيديو جديد وروتين جديد. بصوا هيشجعكم، يعني هيشجعكم. النهارده هننضف كده مع بعض المطبخ. هقول لكم يعني ايه اللي خلاني قمت عليه فجأة كده. انا عارفة ان المطبخ كلنا بنبقى شايلين همه، بالذات كمان في الايام الحر اللي زي كده. فان شاء الله الفيديو ده يشجعك كده ويديكي شوية طاقة تقومي تعملي زي ما انا عملت بالظبط. بصوا بقى يا بنات، انا ابتديت الايام اللي فاتت دي الاحظ في نمل بره ماشي على الرخامات كده وحوالين الحوض، وبدأ ينتشر في الشقة كلها، فاهمين؟ بس كنت كل ما ابص في الظرف يعني كده كنت بلاقي الدنيا تمام يعني. هنا بس هقول لكم الاول على اسم الرش قبل ما انسى. هو اسمه العملاق، والمفعول بتاعه بيقعد سنة بالظبط. تمام. بصوا بقى اقول لكم، انا عندي الضرفه دي هنا كده ايه، زي ما قلت لكم كانت الضرف من جوه نظيفه. يعني نظيفه، ما فيهاش نمل ولا اي حاجه، ونظيفه برضو كأن هي نظيفه يعني منظمه وكده. آه عندي هنا الضرفه دي كده كنت بحط فيها الخلاط والمطحنه بقى والحاجات بتاعته اللي هي الاجهزه دي، والصغيره اللي على الشمال دي الكبه. تمام. فانا بنضف المطبخ اهو عشان خشب. هقول لكم على طريقه حلوه قوي عشان هو ما يبص يعني منك او كده. انا بنضف بس يعني لما باجي ادعك بليفه او كده بدعك باخد الرغوه بس من الصابون، فاهمين؟ الرغوه مش بتبقى، يعني مش بتخلينا ندلق ميه كتير او كده. هو اصلا المفعول بتاع التنظيف بيكون في الرغوه ذات نفسها يعني. فانا باخدها كده من على الوش كده بالليفه وبعمل بيها على طول، عشان بس المطبخ يعني الخشب ما يشربش وميه وكده، فاهمين؟ بس مجرد مسحه كده على طول بالليفه، هو كان نضيف مش محتاج يعني دعك ولا حاجه. وبعد كده بمسح بالفوطه اللي في ايدي دي. آه ايه كمان، انت بقى لو مطبخك الموتيل او عادي يعني بيستحمل ان انت ترمي ميه او كده، تمام. فانا هنا كده بقى عندي، بصوا بدأت ان انا يعني بنضف المطبخ كده دعكة بسيطة قوي، وانشف اهم حاجة الرغوة. وبعد كده بحط برش اللي هو اسمه رش العملاق. هو سعره كنت جايباه من عند بتاع المنظفات ب30 جنيه. دي يا بنات مش اول مرة استعمله، بس هو يعني عيبه بس ان هو مفعوله سنة، فاهمين؟ انا كنت بجيب دايما اللي هو في زي دواء كده من الصيدليه اسمه اكتوميسرين. بس بقاله فتره كبيره قوي مش موجود، يعني بقاله حوالي سنتين او 3 مثلا. كل ما اسال عليه مش بينزل. سالت كذا صيدليه قالوا لي ان هو ناقص في السوق يعني وكده. بس هو في البديل بتاعه اسمه افريزين تقريبا. هو المفروض ان هو دواء للشعر يعني وكده. فممكن ابقى اجيبه بقى يعني. الرشة دي كده يعتبر رشة بس وقاية، والتاني ده هجيبه للمسح بقى، فاهمين؟ يعني انا لحد دلوقتي الظرف من جوه تمام ما فيهاش. بس فانا قلت انا مش هستنى بقى لما الاقي بقى النملة يدخلي بقى جوه الظرف. فقلت اعمل كده يعني بالمرة، تبقى تنظيفات عميقة برضو، لان العيد خلاص قرب. ويعني مش هنخسر حاجة لما ننضف يعني تنظيفة كده زيادة، تبقى ايه يعني الدنيا تفضل تمام ونظيفة. رتبت بقى كده ايه، يعني رتبت دماغي الاول قبل ما ابدا، وقلت انا مش هعمل بقى زي ما ساعات كده بعمل، ببقى متلخبطه شويه فبعمل اي كلام. يعني بصوا، احسن حاجه بقى كده لما تيجوا تبداوا في تنظيف المطبخ بالذات، خديه كده ضرفه ضرفه، فاهمه ازاي يعني؟ ما تقعديش بقى تنزلي بقى الخلاط وتلاقي اطباق زي كده وكاسات وكوبايات. هتلاقي الدنيا بصي اتزحمت عليكي، والبلاستيكات كمان برضو بتاخد مكان كبير. فهتلاقي المنظر ده حواليكي، هتحسي بمجهود كبير. فبصي كده احسن اهو. انا بدأت ضرفة ضرفة، اللي خلصها وانضفها ومسحها اروح رش الرش ده على طول. والمفرش في ثواني. عايزه اقول لكم المفارش كان فيها تلزيقه كده بسيطه، كنت وانا واقفه كده بص اروح واخداها على الحوض، مسحه على طول بالليفه، واروح شاطفه المفرش وانطره نطره كده، خلاص هو كده نشف. عايزه اقول لكم كمان المفارش دي يعني بصوا نوعها حلو قوي. مش فاكره كان اسمها ايه بالظبط، بس هي عامله زي الفل كده شويه. آه هنا بقى بصوا، دي الضرفه دي المعركه بقى الكبيره. يعني اللي فات ده كله كان سهل، انا يعني مطبخي صغير بس يعني انا الى حد ما يعني محافظه عليه، ودايما كده ايه بحاول ان انا مخليهوش متبهدل يعني وفي دهون بقى وكده. بس هي الضرفه دي بقى الضرفه دي هي باينه صغيره، بس هي عميقه كده لجوه، يعني واخده لفه كده في المطبخ. فده الجزء اللي قدام كده بس هو ده اللي انا بطوله.
هتشوفوا دلوقتي وانا بنضفها فيها حته كده كبيره داخله لجوه، دي الضرفه اللي انا بشيل فيها المكرونات بقى والزيت والخزين يعني وكده. واي حاجه بقى زياده ببقى شايفين الحته اللي جوه دي بحطها فيها. هنا بقى انا كنت واقفه على كرسي وكنت برضو مش طايله، فقلت بقى اجيب الفرشه الحلوه اللي انا بحبها دي. وهنا بصوا لقيت لبانه عايزه اقول لكم فرحت قوي، قعدت بقى ايه اكلها كده وانا بنضف لبانه سماره كمان ها. المهم بقى جبت الفرشه اللي هي الطويله شويه دي، وساعدتني قوي بصراحه في الكنس، يعني عرفت كده طول كل حته. هنا برضو نفس الكلام، بصوا شغلت دماغي، شايفين انا ما بقفش على حاجه. آه برضو جبت المساحة الصغنطوطة بتاعت الازاز والمرايات دي، ورحت ملبساها بقى كده الفوطة، بليت الفوطة برضو بالمية اللي هي بصابون ورغاوي وكده، ومسحة بس، شايفين مسحة بسيطة قوي كده للجناب والظهر الخشب يعني. هو كان نضيف، بصوا لو هتلاحظوا ما فيش بقى ولا حاجة مدلوقة ولا دقيق بقى ولا رز، وده طبعا بسبب ايه؟ بسبب ان انا حاطه حاجتي كلها في علب يعني. ما تشغليش بقى فاهمه دماغك انتي بمنظمات بقى وبلاستيكات وحاجات غاليه، لا اللي موجود والله عندي انا بحط فيه. يعني لو بطرمان مثلا ولا علبه جبنه ولا اي حاجه تنفع، حاسه ان هي نضيفه او كده، بغسلها وبتبقى تمام معايا يعني. بصوا هنا شايفين المفارش برضو الاتنين دول غسلتهم، شايفين نتفوا ازاي اهو، بصوا لونهم ابيض زي الفل. هنا بس الحتة دي كان فيها مكان ازازة الزيت بقى والسمنة وكده، بتبقى منقطة يعني كده من بره، فنضفتها على طول وحطيت المفرش. هنا بقى ايه، برضو العلب كلها كانت تمام ونضيفة، بس يعني احنا طالما بنعمل فبالمرة بقى اي حاجة كده ايه تيجي تحت ايدك اعمليها. انا هنا الفوطة خلاص بقى بعد ما خلصت الظرف وكده غسلتها وشطفتها شطفة حلوة، وعندي بخاخة كده بتاعت للبوتاجاز يعني عاملاها، وللرخامات برضو آم، حاطة فيها يعني 3/4 مية والباقي كده بريكس على اسمه ايه، على كلور. ما تقلقوش خالص من الكلور، عايزه اقول لكم بيخلي اي حاجه بمسحها بتلمع، بصوا بتبرق كده فله والله. هنا كنت كل ما احس ان الفوطه بدات هتنشف شويه بروح مديه مسحه بقى كده ايه للعلب من بره، لو فيها تلزيق ولا حاجه مكان ايدي لو بعمل اكل يعني ومستعجله، انتوا عارفين العلب بتنقط كده او بتلزق يعني. بس فكل حاجه بصوا على طول كده ايدي فيها، هتلاقي الدنيا معاكي بقى نضيفة على طول، يعني طول السنة هتلاقي حاجتك كده نضيفة والتنظيف سهل عليكي كمان. هنا برضو بصوا البطرمان الازاز ده كان فيه برضو تلزيقة كده بسيطة قوي، ده كان فيه شوية رز بسمتي مسحته وهو رجع بيلمع تاني. بس ده برضو كان ده تقريبا كان بطرمان بتاع الملح، عايزة ابقى املاه، نسيت املاه. وهنا برضو ده البطرمان الازاز ده كان فيه كنت حاطه فيه عدس، اللي هو العدس البني ده، شايفين بصوا بيلمع ونضيف ازاي. بس واي حاجة بقى اي بطرمانات بتاع التوابل، ازازة الزيت وازازة الخل برضو نفس الكلام. آه عندي بقى انا العلب نفسها بتاعت التوابل انا حطاها في التربو لوحدها، يعني لو هتلاحظوا هنا انا ما عملتهاش لان انا حطاها في التربو وكنت مطلعاه بره المطبخ خالص وانا بنضف يعني، عشان بس المكان ضيق عندي فحبيت اوسع على نفسي وانا واقفة كده. ايه كمان، لو وصلتوا بقى يا حبايبي في الفيديو لحد هنا ما تنسونيش بقى تعملوا لي لايك كده حلو، وتكتبوا لي كومنت، واهم حاجه طبعا تشتركوا عندي، و يعني عشان اتشجع كده وابقى يعني عايزه انزل فيديوهات على طول، فاهمين؟ انتوا اي كومنت بتكتبوه او كده بيفرحني والله، ببقى مبسوطه قوي بيه. بس بصوا بقى هنا كده خلاص رصيت بقى كله مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. شايفين النظافه والروقان؟ بصوا بالمرة كده طالما الحاجة بره خلاص، ما خدتش معايا والله يعني 10 دقايق. شايفين المفرش؟ بصوا ولا رز بقى واقع ولا تلزيق ولا دهون ولا اي حاجة. رصيتهم بقى كده ايه يعني اللي بستخدمه الاول تحت كده قريب من ايدي، والحاجات بقى اللي هي البقوليات والحاجات التانية دي فوق. هنا بقى ايه خلاص بقى احنا عملنا كده بالراحة خالص فوق عشان الخشب برضو ما يبص مننا. هنا بقى برضو تحت النص اللي تحت بقى بتاع الرخامة ده، هنا بقى عادي شايفين ادلقي بقى مية براحتك وغرقي الدنيا.
كنت بعمل بقى هنا براحتي، خلاص هنا مفيش حاجة خاف عليها يعني، ده رخام، فعادي ارمي مية بقى براحتك ونضفي كده وبصي عومي الدنيا بقى. اديت الرخامة كمان كده غسلة، وكمان يعني عشان ارشها بالمرة، لاني برضو كنت بلاقي النمل ماشي فوق ال بتاع الرخام دي. حتى انتوا لو هتلاحظوا انا يعني مرة كده كنت عايزة ازقها اشوف ماشي وراها فين، عايزة ابص يعني اشوف في فتافيت حاجة واقعة، مفيش. لان انا ايدي دايما في المطبخ، يعني لو في عيش او رد او كده يعني دايما بمسح الرخامة. فوانا برفع اللي هي الوزرة اللي ورا دي، آه وقعت مني اتكسرت، انتوا هتشوفوها دلوقتي. بس قلت ارش بقى كده برضو. هو برضو الرش ده امن، يعني مكتوب عليه كده ان هو ملوش اي اثار جانبية. وكده كده انا اليوم ده يعني كان بالليل خالص، فما كنتش هحتاج ان انا اعمل اكل يعني او استخدم المطبخ يعني او كده، فكنت بعمل ولا ايه وانا مطمنه. خلصت بقى كده هو رشيت. وعايزه اقول لكم ان شاء الله يعني يوم تاني هبقى انضف بقى المطبخ ذات نفسه، يعني السيراميك قلت اعمله والبوتاجاز والشفاط، يعني دول اخدهم كده ايه في يوم تاني لوحدهم. بس انا مرضتش اعمل كله في يوم واحد عشان يعني كنت هتعب، وفي نفس الوقت انا بحب انضف بحاجات كتير منظفات، فمش عايزه الريحه بقى يعني بتاعت البريكس بقى والصابون والحاجات دي تغطي على ريحه الرش، مع انه هو ملوش ريحه خالص، بس انا حبيت ايه يعني مفعوله كده يشتغل كويس. فهنا خدت برضو الدرج بتاع المعالق ده، هو درج واحد بس عندي ما فيش غيره يعني في المطبخ. شايفين برضو كان رايق ومنظم خالص. على قد ما بقدر دايما كان ما باخد بغسل المعالق بحطها بترتيبتها، فاهمين؟ ده بيريحني وبيوفر عليا وقت كتير. يعني الحمد لله 9 سنين جواز اهو، كل حاجة منظمة زي ما يوم ما اتجوزت بالظبط. ما بحاولش بقى ان انا اغسل معالق ولا كده ولا ارمي يعني والدنيا تبقى معكوكة كده، لا. مش بشكر في نفسي والله، بس انا يعني حابة اشجعكم وكده واديكم فكرة ان يعني النظام حلو وبيريح في الشغل طبعا. بس كل حاجة بقى اهو خدتها، دي الصواني ملهاش مكان تاني عندي غير هنا، حطاهم على جنب كده. ودي بقى اللي هو الطقم التوزيع ده كان محطوط على ستاند كده، اللي هو الحديد بتاعه ده، بس ما كنتش حباه بصراحة، طويل كده طويل وهبل كده. كل ما اخد منه حاجة بتقع، فروحت مجمعهم كلهم في باسكت كده وخلاص. بس خلاص كده انا كنت هنا يعني قربت اخلص، سايبه بقى عندي على الرخامه بره السكر والشاي والبن، انتوا عارفين الثلاث حاجات دول بس. وهنا دي الزياته وازازه ميه وخلاص كده. هنا بقى كان خلاص اخر حاجه، كان فاضل لي بقى ان انا اظبط ارش تحت الحوض وورا البوتاجاز وورا الفرن اللي انا حاطاه ده وايه كمان يعني، وحوالين بقى التربو والكلام ده كله. بس يوم تاني بقى هبقى انضف كل الكلام ده معاكم برضو، الشفاط والبوتاجاز وكده. هنا برضو الزاوية دي عملتها ما نسيتهاش. كده انا رشيت المطبخ كله يعني رشة وقاية كده عشان بس الموضوع ما يكبرش مني. وده يا بنات كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واستنوا الفيديوهات اللي جاية، ومع الف سلامة.